في زمن صار فيه الضوء يراقبنا أكثر من الظلام، من يملك أسرارنا نحن أم الشبكة؟ عارف الإحساس لما تحس إنك مش لوحدك؟ مش بمعنى الناس حواليك، لا، أقصد لما تكون فاتح موبايلك بالليل وسامع الصوت الصامت اللي جاي من الإشعارات وتحس إن في حد شايفك حتى لو ما حدش في الأوضة. ساعتها بتسأل نفسك، هو أنا متراقب ولا دي مجرد صدفة إن الإعلانات بتفهمني أكتر من نفسي؟ الفيديو ده مش عن المؤامرات، دي عن الحقيقة اللي مش دايما بنحب نسمعها. تعال أما أحكي لك قصة بسيطة الأول. القصة بدأت مع آدم، شاب عادي جدا بيشتغل في مجال الميديا، عنده لابتوب وموبايل والسوشيال ميديا مفتوحة 24 ساعة. حياته شبه حياة أي حد مننا، لحد ما حصلت حاجة غريبة جدا. في يوم من الأيام وهو بيتكلم مع صاحبه عن نوع معين من السماعات، دخل بعدها على الانستجرام ولقى إعلان لنفس السماعة اللي اتكلم عنها. ضحك وقال أكيد صدفة، لكن اللي حصل بعدها ما كانش صدفة. كل كلمة، كل فكرة، كل حاجة بيفكر فيها كانت بتتحول فجأة لإعلان قدامه. بدأ يشك، بدأ يسأل نفسه هل فعلا في حد بيسمعني؟ آدم بدأ يلاحظ إن الإنترنت نفسه مش زي زمان، بقى أسرع بس في نفس الوقت أكثر ذكاء مما يتخيل. بدأ يقرأ مقالات عن مراقبة البيانات وعن الذكاء الاصطناعي اللي بيتتبع سلوك المستخدمين، بس لسه مش مقتنع. فقال لنفسه يعني إيه الحكومة قاعدة تراقب كل الناس؟ مستحيل. لكنه ما كانش يعرف ان الموضوع مش كده بالظبط. المراقبه النهارده مش دايما معناها ان في شخص قاعد يتفرج عليك، لكن الانترنت بقى نظام ذكي بيجمع كل حاجه عنك. انت دخلت انهي موقع، قضيت فيه وقت قد ايه، ضغطت على ايه، وكتبت ايه في خانه البحث. مش لازم حد يقعد يسجل كل ده، لان في خوارزميات بتعمل كده لحظيا. ودي مش حاجه مصريه بس، ده النظام اللي العالم كله بيمشي عليه دلوقتي تحت اسم ديجيتال سيرفيلانس كابيتاليزم، يعني اقتصاد قائم على بياناتك. اغلب الناس فاكره ان المراقبه دايما تجسس، لكن الحقيقه ان جزء كبير منها قانوني تماما. الكوكيز مثلا بتعمل لك تتبع من اول موقع لاخر موقع انت دخلت عليه. الابس بتجمع بيانات الاستخدام علشان تحسن التجربه، لكن بين السطور دي بتكون كنز من المعلومات عنك، اهتماماتك، موقعك، عاداتك اليوميه، حتى عدد ساعات نومك. احيانا البيانات دي بتتباع او بتستخدم لتحليل سلوك السوق. يعني ببساطه كلنا مكشوفين، بس مش لان في حد بيراقبنا، لكن لاننا احنا اللي سلمنا نفسنا. في لحظة معينة آدم قرر يجرب تجربة بسيطة، فتح لابتوب وبدأ يستخدم الإنترنت من غير أي تسجيل دخول. لاحظ حاجة غريبة، حتى كده المواقع كانت عارفة منين؟ من بصمة الجهاز، من عنوان الشبكة أو ما يسمى الاي بي، ومن سلوك التصفح نفسه. ساعتها قال الجملة اللي بتغير كل حاجة، يعني حتى وأنا مش داخل بحساب أنا لسه متراقب. خلينا نوضحها ببساطة. كل دولة في العالم عندها بنية تحتية بتمر منها كل البيانات. الشركات المزودة بالإنترنت الاي اس بي بتقدر تشوف البيانات العامة اللي بتمر عبرها، وده طبيعي في أي دولة، مش في مصر بس، لأن ده جزء من تنظيم الشبكات. لكن المهم هنا إن أغلب الرقابة دي أوتوماتيكية، يعني الأنظمة نفسها هي اللي بتفلتر المواقع أو تحلل حركة الإنترنت، ومفيش أي دليل إن جهة قاعدة تراقب أفراد بشكل شخصي. بالعكس، المراقبة الحقيقية اللي بتحصل غالبا بسبب شركات الإعلان والذكاء الاصطناعي. الإنترنت ما بقاش مجاني زي ما احنا فاكرين، أنت بتدفع ثمن الخدمة دي كل يوم، بس مش بالفلوس، بتدفع ببياناتك. الأنظمة دي بتتعلم عنك، بتصنفك وبتحطك جوه فقاعة معلومات على قدك، وده اللي بيخلي الإنترنت كأنه معمول مخصوص ليك، بس في الحقيقة هو اللي بيشكلك من غير ما تحس. طيب إيه الحل؟ هل نقطع الإنترنت ونعيش في الصحراء؟ أكيد لا، لكن في خطوات بسيطة ممكن تخليك أكثر وعيا. وأولهم إنك تراقب التطبيقات اللي تطلب صلاحيات زيادة عن اللزوم. تاني حاجة، استخدم VPN موثوق قانونيا لحماية اتصالك. تالت حاجة، ما تضغطش على روابط مجهولة أو عشوائية. رابع حاجة، امسح الكوكيز من وقت للتاني. خامس حاجة، خليك فاهم ان الخصوصية مش معناها الاختفاء، لكن انت تختار ايه اللي تحكيه وايه اللي تخبيه. ليست القضية ان احدا يراقبك، بل ان تنسى نفسك امام شاشة تراك اكثر مما تراها. احنا مش عايشين في زمن التجسس، احنا عايشين في زمن الشفافية القصرية اللي يخليك مكشوف وانت فاكر انك امن، بس الوعي هو درعك الحقيقي. فكر قبل ما تفتح اي تطبيق، مين اللي فعلا بيتفرج ومين اللي فعلا بيتكلم، لان في عالم الانترنت اللي ساكت مش دايما غايب. وانا لحد هنا بكون انتهيت، والسؤال بقى لحضرتك دلوقتي، هل تعتقد انك حاليا متراقب؟ ما تنساش بقى تحط لايك للفيديو، كمان تشترك في القناه لو انت مش مشترك فيها عشان توصل باحدث الفيديوهات اللي احنا بننزلها. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر، سلام.